نحن خدام للشعب ولسنا زعماء للشعب. نحن لم نكن أبدا قائدا للشعب، وإنما كنا دائما خادما للشعب. فلذلك عندما كنت رئيس بلدية اسطنبول بعد عام 94 نرى كل هذه التجربة البلدية في كل مدينة في تركيا. هناك تحول بكل المواضيع، في الصحة وفي الثقافة، في الأمن، في المواصلات، في الزراعة، في كل هذه المواضيع هناك تحول جديد. فلذلك وأيضا كل هذه التجربة التي وصلنا إليها نريد أن نشارك تجربتنا مع الشعب المصري. الكثير طلب مني، وأنا أعتقد أنني في هذه المرحلة وبعد أن رأيت ما كنا فيه وما يجب أن نصل إليه، أنا يشرفني أن أكون في خدمة الشعب المصري كوكيل عنه، وأستطيع أن أعمل معه كرئيس لجمهورية مصر العربية، وإنما خادم للشعب ووكيل عنه وليس وصيا عليه. وليس أود أن أقنع الشعب المصري. إذا الشعب المصري اقتنع بي فسأكون سعيد، إذا الشعب المصري اقتنع بشخص آخر فسأكون سعيد، وسأستمر في خدمة مصر من أي موقع أنا فيه أريد. أود أن أكون رئيسا لمصر عشان أشوف الراجل اللي قابلته في العشوائية من 5 سنين، عنده 75 سنة، نازل الجبل عشان يجيب مية نظيفة ويطلع عشان يشرب. أول مؤتمر صحفي هعمله من عشوائية، وهعتذر للراجل ده ولكل مصري، هعتذر لهم باسمنا كلنا، وهقول لهم إننا كلنا هنشتغل عشان يبقى كل واحد فيهم عنده أكله وشربه وسكنه وتعليمه. في الآخر أما الواحد هيقابل ربنا هيقابله زي ما قلت لك إن عملت حاجة لبلدي، وعملت حاجة بالذات للشباب اللي مستقبلهم النهارده مقفول. أنا جد كان في هيئة كبار العلماء في شيخ الأزهر، يعني أنا مانيش خواجة يعني. ما يهمناش اسمك وأهلك موطنك، ما يهمناش اسمك وأهلك موطنك، ما يهمناش ندم خطا والناس مصاحبة خطوتك، ما يهمناش طول ما القلوب الصدق جواها، طول ما العيون الطيبة سكناها، طول ما القلوب الصدق جواها، طول ما العيون الطيبة سكناها، وطول ما نور الخير في قلبك ما انتهاش، ما يهمناش